الحلقة رقم 25 من بسمة عمل. بيشتكي من كل حاجة ومش بيعمل أي حاجة. في كل فريق، في الصوت العالي اللي دايما بيشتكي، مرتب قليل، الشغل كتير، الظروف صعبة، والمشكلة إنه دايما بيشتكي من الحاجات دي من زمان من غير ما يعمل أي حاجة يغير بيها الواقع بتاعه. قعدت مع واحد مرة اسمه كريم، كان حافظ كده القائمة بتاعت الشكاوي، يعني عارف كل الشكاوي اللي ممكن تتعمل. أي اجتماع بتحول لجلسة فضفضة منه، لكن لما تيجي تقول له طب تعالى بقى نعمل خطة نحط حلول ونشوف ايه اللي ممكن يحصل، يرد لك ايه؟ هو انا يا سيدي اللي هغير الدنيا؟ والنتيجة كان فضل مكانه زي ما هو، وزمايله اللي كانوا بيشتغلوا وبيسعوا وبيطوروا من نفسهم ودوروا على نيتوركينج وعلاقات بقوا، اكيد انت عارف، مديرين واصحاب مشاريع وهو لسه موظف مكانه. ورسالتي ليك النهاردة: الشكوى من غير فعل بتتحول مع الوقت لعادة، والعادة دي بتخدرك وبتسرق منك فرص التغيير كتير. تعالوا بقى نعمل توصية عملية. لو عندك مشكلة حولها لاقتراح أو خطة، يعني ركز كده إن ممكن يبقى فيه اقتراح ومقترح على المشكلة دي. ابدأ بخطوة صغيرة لحل جزء منها بدل ما تستنى الحل الكامل. افتكر إن التغيير في أي وقت ولأي حد محتاج فعل، مش محتاج كلام. التذمر بيستهلك طاقتك والفعل بيستثمرها. سؤالك النهاردة: ايه الشكوى اللي بقالك سنين بتكررها؟ اقفشها كده وركز فيها، والنهاردة خد خطوة نحو تغييرها أو حلها. اشوفكم في حلقة جديدة من بسمة عمل.